الإمام الصادق يقول كل واحد ابتز حق أهل البيت فهو مأبون. نرجع إلى هذا العصر. أول شيء نشوف مشايخهم، هل مثل ما احنا دائما نتهمهم أنهم يمارسون هذه الفاحشة وهم قوم لوط وهم عندهم هذه الفاحشة منتشرة؟ عندي أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة بالصوت والصورة من علمائهم الذين فعلوا هذه الفاحشة مع مختلف منهم الطلبة، مختلف طبعا الناس، منهم الطلبة منهم الزملاء وغيرهم، راح نذكرها إن شاء الله في هذا التقارير والفيديوهات المفصلة اللي تذكر أن علماء الوهابية هم قوم لوط. بالبداية على التلفزيون المصري جت امرأة مصرية مع زوجها وابنها الصغير اللي ماخذته توديه يدرس ويتعلم القرآن في مدرسة الأزهر، والأزهر في مصر يعتبر الجهة الإسلامية وهي الجبهة الدينية التي تدافع عن الدين في مصر. فهذا الطفل المسكين البريء الذي حفظ 3 أجزاء من القرآن وأمه تتباهى به لأنه لا زال صغيرا، كان معلم التلميذ يراوده عن نفسه ويفعل به كل يومين مرة، يعني يفعل فيه اليوم غدا لا يفعل فيه، بعد يفعل فيه، وقال له إذا هددت إذا تكلمت راح أسجن أمك وأبوك، وهو على صغره ما قدر يعلم لأنه فقير. نشوف هذه الأم كيف صرخت وبكت وطلبت الإنصاف لها ولابنها من هذا المعلم الفاجر. ندخل في يعني كلام يجوز يضايقك يعني، بس احنا طبعا عايزينك تحكي لنا كان بيعمل المدرس ده كان بيعمل ايه معاك بالظبط وازاي الموضوع بدأ يعني؟ لا معاه من الترم التاني. من الترم التاني بقاله قد ايه كده؟ كتير. يوم ويسيب يوم. نعم؟ يوم ويسيب يوم. يوم ويسيب يوم؟ يوم. واسمه ايه بقى؟ اسمه أيمن محمد محمود. أيمن محمد محمود. وكان بيدرس لك ايه؟ مش مدرسي. أيمن محمود محمد. أيمن محمود محمد مش بيدرس لك؟ أمال ايه؟ أنا الوكيل. أمال ايه؟ بيقول له أنا الوكيل، بياخده يجيب له حاجات حلوة. وطبعا كان يعني بيقول لك ما تقولش لماما في البيت او لبابا ولا قول كان؟ له يا عبد قول له كان بيقول لك ايه؟ كان بيخوفني بيقول لي ايه لو قلت لبابا ومامتك ايه هتترفد وبابا وماما هيتسجنوا. وبابا وماما ايه؟ هيتسجنوا؟ روح الاسم ويتسجن. وانت بقى لما كان بياخدك في الأوضة دي كنت احكي لنا، كنت بتعيط؟ كنت بتتضايق؟ كان نفسك تقول لماما وبابا؟ كان بيقول لك ايه يا عبد قول. بس كنت خايف طبعا. كنت بتعمل ايه؟ بيقول قول. انا كنت بصرخ وبحط ايدي على بقه. هو كان بيحط ايده على بقه. بيحط ايده على بقه ويصرخ ويصوت، يجي واقع يفوقه، يضربه على دماغه ويفوقه، يضربه على دماغه جامد ويفوقه ويدلق عليهم ميه. يا عمو مش كده يا عمو، عيب يا عمو، عيب يا عمو. ويقول له لو قلت لبابا وماما ان انا عملت حاجه زي كده انا هودي ماما وبابا السجن وهرفدك. يجي انا ما اكتشفتش الموضوع الا لسه قريب يعني، اما الواد بقى يتبرز روحه. ما هو ده اكتشفتيه ازاي؟ بيتبرز على روحه غير ارادي خالص. بقول له يا ابني ما تمسكش روحه خالص. طب يا ابني انت طب ليه كده بتعمل ليه كده يا عبدو؟ يبص مش قادر يقول لي حاجه. طب قول لي يا عبدو انا مش هضربك والله، طب بس قول لي في ايه انت تعبان؟ يقول لي يا ماما طب انا اقول لك بس ما تضربنيش. قلت له مش هضربك بس قول لي. قال لي طيب انت مش هتروح السجن؟ قلت له لا. اروح السجن ليه طيب؟ طب بابا وماما مش هيسجنوا؟ انت وبابا مش هيسجنوا؟ قلت له لا يا ابني. طب قول لي انت قلقتني في ايه؟ قال لي المدرس عندنا بيقول لي انا الوكيل وتعالى انا جايب لك حاجه حلوه يا عبد. تعالى انا كان بيجيب لك هدايا يا عبد؟ كان بيجيب لك ايه يعني؟ هو كيكه وحاجات لعب. ولعب؟
وحضرتك ما كنتيش بتاخدي بالك من بيجيب اللعب؟ الفرارير اللي هي الفرارير دي. حضرتك بقول لي ده زمايلي بيدوها لي وبتاع، يعني بيتبادلوا الحاجات مع زمايله. بيجيب الفرارير وكده، يقول لي لو حد قال لك انا مين اللي جايب لك الحاجه دي قول لي زمايلي. وهو اللي يجيب له الحاجه دي، ما تقولش لبابا والماما. وياخده يقول له انا جايب لك الحاجه دي في الاوضه، يعني ياخده الاوضه ويقفل عليه. يقول له طب يا عمو سيبني، يقول له لا لا مؤاخذه اقلع. نقول له نقلع عليه يا عمو، عيب عيب يا عمو. يقول له لا اقلع، ويخليه يمسك الكرسي لا مؤاخذه ويخليه يوطي. ده عدل مين؟ ده برأي مين؟ الدين والاسلام يعمل كده؟ قال لي اللي ما لقيتوش في نفسي بلاقيه في عيالي. بوديه مدرسه ازهريه عشان يتعلم الدين والقران ويتعلم كلام ربنا. حضرتك موديه مدرسه ازهريه؟ ازهريه. الكلام ده في مدرسه ازهريه؟ ازهريه. الحقونا يعني ما فيش غير الحقونا، يعني هنودي العيال فين؟ ليه يرضى مين؟ يرضى مين؟ وبعدين في الاخر انه اصلا يتحبس بتاع 4 ايام وفي الاخر يطلع ويفرق بيبسي وحاجه ساقعه ويقول انا كنت في مشكله وطلعت منها. ده مشكله يعني جيل بحاله، مشكله مجتمع بحاله. ابني يضيع، انا ام يا حاجه. مشكله ابنك؟ دي مشكله جيل بحاله. احتمال يكون بيعمل في حد ثاني غير كده وما حدش عارف. الله اعلم. ياخد ابني غصب عنه ويقفل عليه الاوضه. كان هيموت ابني، يحط ايده على بقه، على بق الواد يصرخ يستغيث. ابني متبهدل، ابني متبهدل. ابني حسبنا الله ونعم الوكيل. يمسك نفسه خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابني متبهدل على طول. ما يعرفش يمسك نفسه عشان تصير خالص. بيتبرز على روحه على طول. ما بيمسكش نفسه. بعد ما كانت المدرسه دي اتامل ويروح وحافظ 3 اجزاء. حافظ 3 اجزاء وبقيت اقول الحمد لله رب العالمين اللي انا ما شفتوش في نفسي اشوفه في طفلي الكويس ده. الحمد لله رب العالمين. اتضح دلوقتي كاره المدرسه وكاره ما عندوش ثقه في اي حد. لما يعني مفكر مدرس ده القدوه العاليه ليه. بقى دلوقتي ما عندوش اي ثقه في اي حد خالص. يا حاجه يا ربنا يحميكم ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يصبركم. يعني عايزين نقول ان احنا يعني في القعده دي ما نقدرش يعني تخرجوا من هنا ويبقوا معاكم حل نهائي للموضوع. هو امر لله. ده يتهدم في ميدان عام. انا اللي انا عايزاه، انا اللي يحكمني عليه اخنقه. طبعا احنا نقول للاخت هذه ان ما حد راح يسمع صوتها ولا حد يسمع صراخها، لان عموم المخالفين يعتبرون هؤلاء العلماء انهم آلهة، وكل ما يقولونه هو الصدق وهو الصراحة، فلا يحس بالهم الذي فيك اختي الفاضلة الا من يعرف قدر هؤلاء الفجرة، هؤلاء الذين يخدعون الناس بلبس رجال الدين والدعوة لله، وهم قوم لوط كما قلت في البداية. ولما قالت الإسلام بيقول كده أقول لها لا، الإسلام ما يقول كده أختي. الإسلام دين النظافة ودين النقاء، ولكن هذه سنة عمر التي أصبحت متواترة عند علماء البكرية، ونفسهم في علمائهم يقولون هذه الصفة وهذا الداء أصبح مشهورا ومنتشرا لدى العلماء علمائهم. ولما تقول ابني لم يصبح عنده ثقة بأحد، نقول له خلي ثقته إن شاء الله بالله تعالى ويذهب إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، الذين علمونا كل حسن وأبعدوا عنا كل رجس، لأنهم هم هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فخذي العلم وخذي الفقاهة وخذي الدين من أهل الدين، وهم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين.